السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساكم بكل خير. مضروبة دجاج برز حساوي، وهذه مقاديرنا. هذا رز الحساوي 3 كيسان، 400 جرام دجاج فيليه، ملعقة سمن، بهارات اللي هو ليمون اسود، بهارات مشكلة، فلفل ابيض، بصل، معجون فلفل رومي او معجون طماط حسب المتوفر، وهذا الملح. اول شيء جهزنا القدر، حطينا البصل، السمن، بهارات، ليمون اسود، بهارات مشكلة، فلفل ابيض او فلفل اسود المتوفر. بنقلبه شوي لين يذبل، بعدين نضيف الدجاج ونقلبهن لين تغير لونهن، ونضيف عليهن معجون الفلفل الرومي او معجون الطماط. طبعا يفضل الرز انه ينقع قبل بفترة من 2 وزيادة. انا عندي رز منقعه له 5 ساعات. تغير لون البصل، حطينا الدجاج نقلبه لين يتغير لونه. بعد كذا نضيف معجون الفلفل الرومي. تغير لون الدجاج، حطينا الفلفل الرومي، نقلبه شوي ونضيف له كاسين ماء، نخليه 10 دقائق دجاجة. ضفنا الفلفل الرومي وضفنا الماء ونضيف شوي ملح. نكتم القدر 10 دقائق. وهذه الحمصة أو الكشنة اللي بنحطها فوقه. بصل، ليمون أسود، مسمنة، اللي هذه هي مسمنة. نقلبهم لين يتجانسون، نخلي على جنب. خلصت 10 دقائق. الآن نضيف الرز المنقوع ونضيف له الماء مقدار 4 كيسان أو 5. أضفنا الماء. طبعا الرز الحساوي يحتاج ماء كثير. أضفنا الماء. الآن بنكتم القدر. أول ما يصفر نقصر النار ونحسب له 40 دقيقة. خلصت 40 دقيقة. الآن نجيب المضراب ونضرب الرز مع الدجاج. هذه مضروبة الدجاج بالرز الحساوي جاهزة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا كلهم بطريقته. يمكن أحد يدخل يقول ما هو بكذا، يمكن أحد يقول ما تجي بالرز الحساوي، يمكن أحد يجي يقول بجريش. أنا سويتها بهالطريقة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مرة لذيذة. وهذه مضربة الدجاج بالرز الحساوي جاهز.